أحبك يا تونس أكثر مما كنا نعرف. برنامج من إعداد وتقديم حليمة همامي. نعود لحضراتكم، فأهلا ومرحبا بالجميع أينما كان، داخل تونس أو خارج تونس، في المشرق العربي، في أوروبا، في البلدان المغاربية وفي البلدان الأمريكية. إذن تحياتي إليكم جميعا. أول ضيوفي نستقبل السيد فوزي قسومة، وهو بجنيف، موظف في منظمة دولية في جنيف. مرحبا سي فوزي. عسلامة مدام سليمة. الله يسلم خويا، شنو أحوالك؟ لاباس الحمد لله. نبلغ لك تحيات الجالية التونسية في سويسرا اللي تتابع في البرنامج متاعك. يعيشك. وبرنامج متميز ونادر في المشهد الإعلامي في تونس. يعيشك. خلينا نشوفه. بالنسبة لي كنت تسمع في المقدمة، هل تشاطرني ما قدمته لكم؟ أشاطرك وأكثر. المشهد، أنت أعطيت تلخيص للمشهد الإعلامي في تونس. حسب تصوري هي ثورة رائدة. أي نعم. رائدة في المنطقة وفي العالم، والصورة كانت جميلة. وزدت فكرتنا تو حتى كيف أنا نتكلم معك تو وعندي إحساس غريب، ومعناها فكرتنا في كيامات القصبة وكيامات الأغاني اللي حسيتهم لنا الثورة هذه. مش مع الأسف هي ناجحة بحول الله، لكن حاولوا إخمادها، والمحاولات نتاع الإخماد نتاعها بالأطراف اللي أنت ذكرتهم هو صار تحالف. أي نعم. هو صار تحالف بين التجمع المنحل، وما نش باش نخلوه. ما نتصورش تونس خاطر مش نرجعوا للسجون كالعادة وترجع سجن كبير. ما نتصورش التوانسه مازالوا يقبلوا. اي نعم. الجلاد يبقى جلاد. اي نعم. ومع الاسف مش نمس القطاع نتاعك مع الاعلام اللي كان عدو الثوره، وخاصه الاخبار الثامنه. اي نعم. انا مانيش نحكي بشخصي، معناها انا نتفاعل مع توانسه وكذا. عندنا شكون اللي مرض بالقلب وفكر التلفزه وفكر الفيسبوك ما عادش يحب يتفرج عليه التلفزه التونسيه. اي نعم. اي نعم. معناها نتفرجوا على تلفزه تحرض. اي نعم. تحرض وكالمطلبيه المجحفه. الثوره التنميه مش تتحقق في 9 أشهر. يعوز نبنوا الثوره ولت. ومع الاسف انا والله رغم حبي لسيدي بوزيد، أنا عشت في الكلية وأصدقائي كثر، لكن تو يثورونا كالمطلبية نتاع سيدي بوزيد، مش يكرهونا فيها سيدي بوزيد. أي نعم. ما نختزلوش تونس في سيدي بوزيد. تونس كلها محرومة. أنا نحكي لك المنطقة نتاعي محرومة. أي نعم. كان جي تشوف معناها المنطقة أنا اللي نسكن فيها لا فيها أبسط لكن هذا ما ورثناه من التجمع. فوزي قسومة، أنت من أي منطقة؟ أنا منطقة من السويسي وهذه. أي نعم. أي نعم. وهذه السويسي ربما مناطق في الجنوب النائية أكثر تطور منها، ولكن من نتكلموا من السويسي معناها ساندت الثورة من الأول، وما تصورش ماهيش الثورة معناها أن بالمطلبية المجحفة باش ننجحوا الثورة. اي نعم. نبنوها تونس كلنا حجرة مع بعضنا. اي نعم. خلينا لهنا نلعبوا على المكشوف. الناس ولهم الحق، وكيف ما قدمت يقول لك يا أخي زاد الحكومة عندها دور اللي يحكموا توا أهل القرار في الوقت الحالي، واللي عندهم الشرعية سواء في المجلس أو في الحكومة. يقول لك علاش ما ضربوش الناس هذوم على أيديهم؟
علاش ما حاسبوهمش؟ علاش ما معناها ما أطردوهمش من الساحة السياسية؟ هما اللي شجعوهم معناها على التغول معناها في المشهد السياسي، وخلوهم في المشهد بالطريقة هذه اللي نشوفوها توا، أنه تخويف الشعب كذا، بث إشاعات كذا، والحكومة هي بدورها مطالبة بالشفافية. احنا كان عهد الانتخاب، انتخاب المجموعة هذه كان عهد بينها وبين الشعب أنهم يكونوا معناها شفافين. أين الشفافية يا أخي؟ وفك الغموض والضبابية ينجموا الآخرين معناها يكيلوا لهم ما شاء الله والشعب يصدق. موافقك مدام 100%. أي نعم. هذوما الحكومة خلتهم يتطاولوا على الثورة. أي نعم. لو أنا نعيب حتى على المجلس. أي نعم. أي نعم. على قانون العزل بعد 9 أشهر، لماذا ما زلنا لتو؟ أي نعم. علاش ما لمتش هذه الناس فليجاتها ومشات؟ والله أنا نشتغل في منظمة دولية ونتفاعل، والعدالة الانتقالية عندي فكرة صغيرة رغم أنا اختصاصي اقتصاد وكل شيء. التجارب المماثلة التحولات الديمقراطية والثورات، شيلي وقع عزل النظام السابق، وقع الأرجنتين ديمقراطيات، بولونيا، كثير بلدان معناها التحول ما يتبناش التحول الديمقراطي بالرجيم القديم. اي نعم، عمره ما يصير النظام القديم لا عودة له. مش نعاودوا نبنوا عاد تو نجيبوا عبد العزيز تونزيان نحطوا رئيس اي نعم ونمشوا النظام ونمشوا عاد وجماعة اللي سميتهم والنداء وتاريخهم واضح معناه وضوح الشمس معناه. حتى الشعب يعرف يا مدام. أنا حسب رأيي الترافيه هذايا والشعب كره الحكومة كذا، هذه ظاهرة صوتية، لأنه هذم الأقلية اللي تعيط هم جرح الانتخابات. أي نعم. نسيت مش نقول لك ثم تحالف في الآخر، وزادت حالفة معهم السلفية، حالفة مع التجمع ومع الإعلام، وزادت مع الأسف ناس كانت زادة مناضلة هم جرح الانتخابات، إنهم انهزموا في الانتخابات مع ما أنا نحيي نضالهم قبل وكل شيء، لكن مش من أجل انتخابات ولا من أجل المنصب، ولا مش معناها نحكم على تونس معناها لهنا فهمت من كلامك كأنك تقول لي ما كانتش الروح الرياضية والروح الديمقراطية. احنا نشوفوا بلدان معناها في الغرب وكيفاش معناها يبوسوا بعضهم ويسلموا على بعضهم ويهنوا بعضهم. احنا كيفاش معناها نوليو الضرب من الخلف، وانك يبدا معناها كيفاش يلوج له بالمرصاد ويلوج له معناها في النقاط ربما نقطة غير إيجابية يردها معناها نقاط غير إيجابية وكذا معناها. وهذا ليس من أجل تونس بل لأجل مصالحهم الخاصة. صحيح بالضبط. وأنا نعيب على ناس كانت مناضلة. أي نعم. أن تتحالف مع التجمع. التاريخ ما يرحمهاش. أي نعم. أي نعم. التاريخ ما يرحمهاش. وهما أنت الشعب راه فايق. مش نعطيك مثال بعض الشخصيات الوطنية واللي كانت مناضلة وكل شيء، وقت اللي ترمات في الحكومة الأولى وكذا عاقبها الشعب في الانتخابات. أي نعم. الشعب يكره التجمع، لأنه التجمع مش عام ولا 2، التجمع نعم. 50 سنة. والله 50 سنة من مش حكومة. الحكومة هذه سنة ما يقضيش الشعب، ما يقضيش عليها في سنة من أجل يرجع متاع. خلينا نشوفوا فوزي في المشهد السياسي أيضا الأسبوع هذا كيفاش توا عنا أسبوعين نجم نقولوا 10 أيام الفتاة المغتصبة من طرف رجال الأمن، نلوم معناها وندين إدانة معناها كبيرة الأمن اللي يقوم بأعمال من هالنوع هذا. أنت معناها لحماية حتى أكبر المنحرفين، حمايتهم ولكن عقابهم، لكن مش باش تسيء لهم وتكون منحرف أكثر منهم. هذا لا نريده في مجتمعاتنا. والأمن ماذا بينا الصورة نتاعه معناها حبينا بعد الثورة أن صورته معناها تتحسن ويكون أقرب للشعب ويكون اليد في اليد مع الشعب. هو الأمن الجمهوري، هذا اللي حاجتنا به. لقينا اللي ما زالت فما ثقافة الاغتصاب اللي في عهد بن علي،
شفناها وعن طريق البرنامج هذايا بتفاصيلها، وكيفاش الاغتصاب نتاع الرجال وأخوات الرجال ونساء الرجال وأمهات الرجال وبنات الرجال معناها مباشرة قدامهم معناها عن طريق الجلادين نتاعهم. نشوفوها الثقافة هذه مازالت موجودة ومازالت مهيمنة على بعض رجال الأمن، احنا ما نقولوش الكل. مدام أنا ما نوافقش 100% لأنه كانت ثقافة للاغتصاب، لكن توا هذه حادثة معقولة. لو كانت سترت عليهم الحكومة ولا القضاء ستر عليهم نجموا، ما وقع توظيفها إعلاميا وسياسيا لتشويه الصورة البرة هذه. وعلى ذاك هذا يزيد الغضب نتاعي أنا في الفترة هذه، أن نزيد نغضب على خاطرش ما يلزمش كل زلة معناها كيف ما نقولوا بالتونسي ببعير، معناها ما يلزمش. ومدام ما نقصوش الله اعلم، انا لا نعرف اسمائهم ولا نعرفهم شكون هذوما، لكن البحث مازال جاري. كيف ناس تظاهر امام المحكمه؟ هذه فضيحه ما تصيرش في الدول المتقدمه، ما تصيرش في الدول حتى المتخلفه. ناس تظاهر امام المحكمه لتوجيه الراي العام وتوجيه القضاء وتوجيه، دي فضيحه. تعرف انت ربما هذاك مظلوم، ربما تجنت عليه، تعرف عليه. انا لا نظلمها ان شاء الله، كان هي مظلومه تاخذ حقها. اي نعم، وتاخذ حقها واكثر، وان شاء الله هم زاد كان مظلومين ياخذوا حقهم، الله اعلم. نحن انت عندك فكره انت على التحقيق باش ناخذ قرار ان مازال ما عندناش فكره على التحقيق. ايه الناس توجه في تصور انت شخصيات سياسيه مية الجريبي وحمى الهمامي امام باب المحكمه. اي نعم دي فضيحه، هذوما ناس قانون، وخاصه انه وراضيه النصراوي اللي هي محاميه، كيفاش تتظاهر امام هو من حقهم فوزي هو من حقهم باش يتظاهروا معناها المكان. أنا قلت لك، لكن الناس هذوما باش تحتج وتصير أشياء من نوع هذايا ما بعد الثورة، احنا نقولوا لها لا، لكن أنها استعملت أكثر من اللازم القضية. هذا هو اللي أكثر من اللازم، وكانهم عملوا يلزمهم يتعاقبوا. أي نعم، ويلزمهم يتعاقبوا ثم يتعاقبوا فعلا. توقفوا أمام أنك المظاهرة أمام المحكمة، أنا حسب برأيي ما هوش سلوك حضاري. هذا لتوجيه. نحب قضاء مستقل ولا نحب قضاء نضغط عليه بالمظاهرات؟ سيدي العزيز، خلينا نشوف وقتاش خرجت أنت لسويسرا. أنا خرجت في أكتوبر 2006. أنا توا بيانتو 6 سنوات. أي نعم. خرجت من أجل العمل معنا في سويسرا؟ أنا كنت ماذا بينا تبدل المكان، ماذا بينا تبدل المكان شوية، تبدل المكان في البيت نتاعك شوية باش نجموا نسمعوه ويكون الصوت كما نريد وكما نشتهي لنستمع إليك جيدا. تسمع فيها توا؟ توا هايل. إذا خرجت عام 2006. نعم. أنا كنت موظف في وزارة التنمية والتعاون الدولي سابقا، اللي هي تو وزارة التخطيط، في معهد الاقتصاد الكمي اللي هو معهد دراسات يتبع الوزارة. ومن بعد في 2006 تقدمت عن طريق الانترنت بالإيميل، معناها ترشحت المنصب موجود في منظمة دولية، وحالفني الحظ خرجت عملت الامتحان وحالفني الحظ، وعندي توا 6 سنوات نشتغل في التجارة الدولية، معناها في المفاوضات التجارية الدولية والتجارة والتنمية. أي نعم. خلينا ناخذ الجانب التجاري الاقتصادي. المجموعة اللي تحكم توا في تونس ترويكا، اقتصاديا احنا نشوف الجانب الاقتصادي والبلدان الكلها بعدها الديمقراطية عالميا والعالم كامل بصفة عامة، معناها الشعب يريد الجانب الاقتصادي. وقت اقتصاديا يبدأ منفنف ولاباس عليه يكون معناها ينتخبك، اللي يعمل له أكثر اقتصاديا هو اللي ينتخبه. احنا بطالة يقول لك زادت في الوقت هذا، يقول لك معناها الجهات المظلومة سابقا إلى حد الآن التنمية فيها ما هيش معناها كما ينبغي وكما يريدون. عديد الأشياء والمؤشرات.
هل لك معناها أن تعطينا معناها فكرة بلكشي احنا معناها لا نعلم معناها بأشياء معناها اللي هي تصير اقتصاديا ونحو معناها التطور الاقتصادي واحنا لا نعلم بهذا؟ لك الكلمة سيدي. والله أنا عندي رأي في الحكاية دي، لأن ما نتصورش الحكومة هذه ولا أي حكومة أخرى ولا اللي يقول ما عملوا شيء معناها عنده عصا موسى معناها في أسبوع ولا في 9 أشهر معناها مش نولوا في سويسرا. نكونوا واقعيين، عندنا 17% ولا كانت 18% بطالة في تونس. أي نعم. بعد الثورة السنة الفارطة خسرنا 135 ألف مواطن شغل. أي نعم. في الفترة هذه معناها ثم مجهودات. أنا سمعت الإحصائيات نتاع معهد الاقتصاد، المعهد الوطني للإحصاء، معناها 61 ألف مواطن شغل. أي نعم. في 6 أشهر معناها هذا اللي قبل في وقت بن علي كان 30 إلى 40 ألف كل سنة معناها. أي نعم. ولكن حتى لهنا لآخر سنة ما تصورش البطالة معناها مش تضرب، لأن نحن نعيش في محيط. أي نعم. وثم أزمة اقتصادية عالمية وخاصة في الاتحاد الأوروبي اللي هو الشريك الأول. أي نعم سيدي. أنت تعرف فرنسا نسبة البطالة أكثر من تونس. الولايات المتحدة ما تحكيش معناها، البلدان المتقدمة كلها في أزمة اقتصادية. في أزمة اقتصادية كبيرة. معناها تونس مش تولي مش تقضي على البطالة ومش تقضي على في لحظة، مش نفوتوا فرنسا ومش نشوفوا إسبانيا ونشوفوا اليونان وشنو اللي صاير فيهم هنا. لكن هم ما خلوش الهولند ديجاج ولا ساركوزي، خلوا له وقت ومعناها ومتفهمين الوضع في فرنسا. وقت اللي جاء الانتخابات ما فوتولوش على كثير اشياء، مش معناها الامور الاقتصاديه فقط. وحتى هولندا ما عندوش عصا سحريه وما قالولوش توا معناها ديجاج ولا. اي نعم. اي نعم. وتونس معناها انا حسب رايي معناها الدبلوماسيه التونسيه بدات معناها فكرت في ارتباطنا اللي هو ارتباط بالاتحاد الاوروبي، ارتباط قديم معناها. اي نعم. بدات معناها العلاقات جنوب معناها تتوسع في العلاقات مع القاره الافريقيه، مع بلدان اسيا، مع اي نعم تطوير علاقات من نوع اخر. نعم الالتفات نحو افريقيا واسيا. اي نعم الشريك فقط. اي نعم. اي نعم. كيفاش تراها اقتصاديا الأيام القادمة؟ كيف ترى تونس اقتصاديا في الأيام القادمة؟ تونس اقتصاديا معناها يلزمنا ديما نكونوا متفائلين. اي نعم. لكن التنمية ما تحققش بها الاعتصامات اللي نرى فيها أنا اليوم كيفاش يخلعوا في الولاية نتاع سيدي بوزيد، مش يجيك المستثمرين إلى سيدي بوزيد. اي نعم. الكلهم يهربوا كي راوا الأجواء هذيك، الكلهم يهربوا المستثمرين. وانا حسب رايي ماهوش هذيك مواطنين سيدي بوزيد، لان الاعلام يوري فيهم هو 200 واحد. اي نعم. انا طول المظاهرات اللي فيها ما مريتش مظاهرات الاف ومليونيه كما كانت داعمه للثوره بعد الثوره. هذوما راه فيهم 200 واحد معناها جرح الانتخابات لمدت بعضها وما يمثلوش الشعب. كان تخرج لهم المظاهره المضاده اي نعم الداعمه للثوره ويشوفوا العدد ويعرفوا. لكن زملائك مع الاسف في التلفزه، أنا اليوم نتفرج في قناة خاصة، قناة نسمة في الأخبار نتاعها معناها جايبين واحد يقول له مية ديجاج نهار 23 ديجاج. معناها تحريض مباشر مش حتى مبطن ولا. اي نعم. اي نعم. اي نعم. خلينا نشوفوا هالحدث نتاع 23 معناها اللي يحبوا معناها اللي هو رسم حلم كل واحد معناها كان الحلم نتاعه ملون معناها بذيل طاووس معناها أكل ألوان الجميلة الكلنا نخزر نهارتها نخزر في عيون الناس وعلى وجوه الناس يرتسم حلم لا أجمل ولا أبهى منه. هل خنق هذا الحلم؟ هل بتر منه شيء معناها حسب رأيك في هذه السنة؟ لا 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 هذه مبالغة. تونس تعيش فرحة انتخاباتها ومش تعيشها يوم 23 و200 واحد ما يقدروش باش يطيحوا شرعية كاملة. الشعب سيحمي ثورتها. الثورة نتاعو سيحميها الشعب. أنا تلقيت مع والي سيدي بوزيد وشفت سيد عنده كاريزما مدة تويك شهر، وشفت سيد عنده كاريزما وعنده وطنية كبيرة ياسر، وكان يشتغل معناها بروح معينة.
أنا اندهشت للمجموعة كيفاش رجالات من النوعية هذه يقوموا معناها نحوهم بأعمال من النوع هذا. كيف ما قلت أنت، الله أعلم شكونهم الناس هذوما، هال 200 شخص هذوما. انا سمعته زاد روحت لتونس لانه هو معتم عليه في الاعلام التونسي. اي نعم. كي روحت لتونس تلفزه ما نجدوهاش في اوروبا وعملوا معه حوار مطول. اي نعم. هو كفاءة وطنية أنا قلت فعلا كفاءة وطنية كبيرة ياسر. اي نعم. هو استاذ جامعي وخدم الإدارة وخدم التنمية وخدم الناس تظاهر على التنمية وهي ما تعرفش شنو هي التنمية. اي نعم. اي نعم. وأنا نعيب على أعضاء مجلس تأسيسي كما قال الدكتور قيس سعيد، معناها أصحاب السلطة الأصلية. اي نعم. يضربون على الطعام. اي نعم. اللي يستقيلوا أحسن. اي نعم. هو فعلا هذاك معناها يحسب ضدهم. نعم. صاحب السلطة الأصلية لا يضرب. اي لا يضرب عن الطعام. هو صاحب السلطة الأصلية. اي نعم. اي نعم. هو قانونيا هو صاحب السلطة. هو صاحب السلطة ويضرب. معناها أنت عاجز. اي نعم. على كل، شنو بالنسبة لك أنت كناشط معناها في المجتمع المدني، شنو نصيحتك للمجلس التأسيسي معناها مهما كان الحزب اللي ينتمي ليه؟ أنا على فكرة أنا لا أنتمي إلى حتى حزب وما، لكن أنا غيرتي إلا على الثورة وعلى إنجاح الله. أنا حسب رأيي المجلس التأسيسي زاد يتعرض للمؤامرة. المجلس التأسيسي خدم خدمة كبيرة، ثم حاجات صغيرة هكا ربما عزل التجمعين ما عملهاش بسرعة ولا. لكن عدد الاجتماعات أنا ما حتى برلمانات العالم ما تعملش العدد هذاك ومصباح حتى لليل. إيه وزيد حكموا عليه معناها مساءلة الحكومة. وسألة الحكومة تو يقولوا المجلس التأسيسي لما يسرع في الدستور وشكون اللي ينادي في مسألة الحكومة؟ ما هما معناها هذوما جرح الانتخابات باش يربح أكثر وقت باش يحرج الحكومة أكثر باش ما يصيرش. هما ماذا بهم لا يصير دستور راح شيء، ماذا بيه هو هو معناها القاتلهم هو المجلس التأسيسي. أي نعم. ماذا بهم راه قضاوا عليه من اليوم الأول. أي نعم. وماذا بهم معناها القوانين الدستورية معناها لا تظهر معناها للعلن. لكن المجلس التأسيسي هو سيبقى ذكرى جميلة في تاريخ تونس. مش يعمل لنا دستور معناها مش يبقى رائد في العالم إن شاء الله. أنا حسب رأيي هكا وما إن شاء الله. ونكونوا متفائلين. ما أحلى تفاؤلك يا فوزي. وانتم زاد الإعلاميين زاد المساندين الثورة زاد تكلموا على حقكم، لأن هذوما جماعة الإعلام اللي شارك في القتل راه. أي نعم. هو شارك في القتل لأنه وقت بن علي يقتل وهم يقولوا هذه عصابات ملثمة. أي نعم. أنا نعيب على القضاء ربما على الحكومة، لكن الحكومة أنا نحب قضاء مستقل. نعيب على القضاء ما هزمش المحاكمات اللي ما بداش في المحاكمات. ولأن توقي نقولوا إعلام العار يمسك أنت مثلا كإعلامية شريفة، لأن الجمع مع بعضه ماذا بيكم أنتم من داخل تنظفوا إعلامكم باش يبقى إلا الشريف وتبقى إلا معناها الإعلام الموالي للثورة. أي نعم. لأن الثورة ما عادش يرجع، ما عادش راجع تالي، مستحيل معنا باش نرجعوا أبدا ولن نعود إلى الوراء بإذن الله. سي فوزي قسومة، خلينا نشوف بالنسبة لي تحدثت معنا أخيرا مع ناشط أيضا سي أخونا في جنيف، أنه تحدثنا معناها على السفير لدى الأمم المتحدة وكيفاش انتهاكات معناها يقوم بها مع مجموعة معناها اللي هما ما همش في السلطة حاليا، وكيفاش الناس هذوما يستعملوا سيارات السفارة اللي هي ملك الشعب التونسي. كيفاش معناها أخيرا النابلي معناها اللي هو نتاع البنك المركزي سابقا، وكيفاش هو موجود معاه ويركب في السيارات هذه ويكون موجود معاه في السفارة وكذا. السفير هذا فين وصلنا معناها؟ سفير تونس لدى الأمم المتحدة باقي مازال موجود وإلا انتهى معناها الشخص هذا؟ هو السفير المتواجد، أما أنا أفضل لأني نشتغل في منظمة دولية معناها نلتزم بجانب التحفظ. أي نعم. معناها ما ندخلش في الحكومات ولا لأنه يمثل الدولة التونسية، لكن فيه ناس في المجتمع المدني قاعدين ينشطوا قاعدين. أي نعم. معناها وعندهم آراء كل شيء.
على كل إن شاء الله يوصلوا معناها هذا الحل، ولا يبقى في معناها خاصة الدبلوماسيين التوانسة خارج الحدود قضية كبيرة ياسر، وماذا بينا هالقضية هذه في أقرب وقت تخطر بعد عام. ماذا بينا كل أجهزة الدولة تكون تمثل الثورة وتكون مطهرة ونظيفة، من سفراء إلى ولاة إلى معتمدين إلى عمد. أظن كل هذا، أظن كل هذه الماكينة اللي خدم بها بن علي. أي نعم. وهذه اللي قمع بها والعذب بها أي نعم. وينجم التجمع من جديد يدورها الماكينة هذه بسرعة. أي نعم. لأنه هذا من عيب على الحكومة أنها ما ضربتش بسرعة، معناها ما أخرجتهمش ومخليتهم معناها يعملوا اللي يحبوا. على كل وهما ربما التسامح هذاك ما يليقش معناها بالمقام نتاع الثورة مع ناس معناها اللي عملت في العباد في البلاد والعباد، وهما فهموا غلط وزادوا الطاولوا معناها على البلد وعلى الشعب. على كل سي فوزي قسومة، أنا سعيدة باستضافتك، وأنت تتحدث لنا من جنيف، وأنت موظف في منظمة دولية في جنيف. شكرا لك. كيف سأنهي الحديث معك؟ لم أجد غير هذه الكلمات الغنائية بالنسبة معناها للجنرال. وأنتم دائما في بيتكم الإعلامي هنا تونس على موجات الإذاعة الوطنية.